البلد لو ممكن تحطي لي حضرتك من الكوبايه دي شويه ميه. اوكي. يعني ممكن الكاميرا مش هتعرف تجيبها قوي، بس يعني هي الميه ممكن حضرتك تحطها على الديسك كده. طيب هو الميه لم تمتص القماش، ايه بقى اللي حصل في هذا القماش عشان يحصل فيه كده؟ عالجته بمواد حضرتك سيبها تمنع البلل. هو ده بقى حضرتك. وكمان عالجنا الشاشه اهو عشان الجروح. اهو حطي حضرتك شويه ميه. لا حطها بقى على الميه دي. لا ما حطهاش. طيب اوكي. برضو هو في النهايه نفس الفكره ان القماش لم يمتص الماء. لم يمتص الماء. كلام سليم. وعاملين حاجات اهو عشان تقول انها امنه بيئيه. امنه بيئيه اهو. حط كمان شويه ميه. ما هو هادي نفس اللي اصل احنا هو مش باين بس للناس قوي. منفذ الهواء وغير قابل للايه؟ للابتلال. ده عشان التئام الجروح. وفي يعني قماش كتير. طيب التعامل ده تعامل كيميائي حصل على القماش ده؟ أيوة. ولا دي انسجه انسجه يعني مش انسجه، الياف جديده اتزرعت وتم استخدامها، يعني ايه اللي حصل في القماش ده؟ مواد في حجم الميكرو. واخد بالك؟ سهله التطبيق في الصناعه. مش محتاجه استثمارات. امنه بيئيا اثناء التطبيق، واخد بال حضرتك؟ واثناء الاستخدام، ومش محتاج اي استثمارات، ورخيصه الثمن. اتجابت منين المواد دي؟ وهي عباره عن ايه؟ مواد متاحه في السوق. زي ما ممكن يكون في ناس متخصصه تسمعنا، زي ايه مثلا؟ شموع. بس في حجم الميكرو. واخد بال حضرتك؟ بسخن المحلول عند 60 درجه مئويه، يقوم يطرد الهواء ويخش هو ايه مطرحها. اجففها عند 80، احمصها عند 120. ودي اي شركه تعمله. الموضوع كله مش محتاج تكاليف. مش محتاج تكاليف. ده عملناه في الشركه الشرقيه في الزقازيق، لا مؤاخذه، في احدى الشركات. مش مشكله. قطاع الاعمال. واخد بالك؟ وعملناه. بعد ما عملناه اهو. يعني ممكن يتم معالجته ويتصبغ الوان وكل حاجه، يتم التعامل معاه طبيعي بشكل عادي جدا. بعد ما عملناه معاهم رجعوا يسيحوا الشمع، واخد بالك؟ ويمرروه ايه فيه، ياخد قد وزنه، يتكلف 15 جنيه. ده يتكلف من 2 جنيه ونص ل 3 جنيه الكيلو القماش. شوفي لو كان شاش هيعمل لي بقى يجي 40 50 متر. لو كان قماش بتاع يعني عايز اعمله للبامبرز بتاع الاطفال ممكن يعمل لي 10 امتار. القماش ده ممكن 3 متر يتكلف 3 جنيه ونص. لما يمرره في الشمع هيكلف 15 جنيه. تتنيه يعمل تشققات، ينزل الميه تاني، اللي هو المعالجه الخطا ليه يعني. المعالجه الخطا ليه. لكن احنا بنتكلم على قماش، اولا الاستخدام او المواد المستخدمه فيه مواد بسيطه جدا جدا. ثانيا التكلفه بسيطه جدا. تكلفه بسيطه جدا. حضراتكم اخدتم كام سنه في البحث؟ مفيش. لقيت الشركه عايزه الكلام ده. شركه ايه؟ مش عايزه اسم شركه مجالها ايه اللي طلبت؟ شركات القطاع العام بتهتم بقماش الخيام. الخيم. واخد بال حضرتك؟ فكرت انا ورحت عامله. بس يعتبر يعتبر براءة اختراع يعني. بس ما سجلتوش براءة اختراع، ما مش براءة اختراع، انا يهمني انفذه للبلد عشان تستفيد بيه. طيب كلمة البلد عشان تستفيد بيه معناها ان احنا مش بنتكلم على استخدامه في خيم، احنا بنتكلم على استخدامات كتير. لا. زي اقول لك زي ايه؟ عارفه الشؤون الحقليه، الدوله عايز تعمل اكتر من 140 شؤون حقليه. اللي احنا بنخزن فيها الحبوب. او تخزين الحبوب في دمياط اللي عايزين يعملوا مركز استراتيجي. ده بعمل شؤونه الحبوب، واخد بالك؟ ما تبتلش بالميه. يعني انا لو عملت المكان لتخزين الحبوب بالقماش ده مفيش امطار هتوصل ليه ولا رطوبه ولا اي شيء. حتى كمان الزكايب اللي هي المعموله من الجوت اعالجها تبقى مقاومه للميه، اللي هي اللي بتشال فيها المحصول ايا كان. بتشال فيها الحبوب. لان لو حطيتها في اكياس بلاستيك هتسوس. ده منفذه للهواء، واخد بالك؟ وبرضك مقاومه للبلل جوه وبره. احط حوالين الشونه مواد تمنع الفيران والقوارض، خلاص. مع اننا ما نقدرش نعمل صوامع لكل حاجه غاليه ولتخزين الحبوب في دمياط. ممكن كمان استخدمه في الخيم للمرحلين او المش لاقيين سكن، او اللاجئين، او المناطق العسكريه اللي فيها مناطق مطيره.